ايه هو اكتر موقف سلبي اتعرضت ليه في المانيا؟ بص، هو موقف معلق في دماغي، حصل لي من تقريبا حوالي 3 سنين ايام كورونا. وموقف نوعا ما عنصري. كنت متاخر على القطر، والقطر كان حوالي الساعه 11 ونص بالليل، ومفيش قطر بعديه تاني. القطر بعديه الساعه 3 الفجر، فلو فاتني دون هنتظر 4 5 ساعات لغايه الفجر، هروح الصبح. وكان معايا كمامه، وانا راكب البسكليته والعجله الكمامه طارت مني، وطبعا ما وقفتلهاش. لو وقفت لها مش هلحق القطر، ورحت طبعا جري على القطر على طول. ودخلت القطر بدون كمامه. الراجل كبير في السن عجوز كان بيبص لي نظرات شرس جدا ومتضايق جدا، وقعد يبرطم، وانا ساعتها كنت مش بفهمش اللغه قوي يعني. وراح اتصل بالشرطه، وجه امن القطر وجه يكلمني، وشرحت له الموقف وقلت له ان انا طارت مني الكمامه، وانا مش معايا كمامه تانية، ومش هفوت القطر يعني، مش هركب القطر انا قتيل القطر ده يعني. فكان الصراحه الامن لطيف جدا، راح جابوا لي كمامه وادوهاني. وبرضه وخلاص، واعتذروا لي، هم اللي اعتذروا لي كمان، وعدوا لي الموقف والموضوع انتهى، وانا اعتذرت لهم برضه. ولسه الراجل عجوز كان متضايق وزعلان ان هم غرمونيش ولا دفعونيش عقاب يعني على كده. الصراحه الموقف ده ضايقني جدا، ومن اكتر مواقف العنصريه الرخمه يعني. في مواقف تانية بس ده من اكترها اللي ضايقني قوي يعني.